الفريق هدفه في نهاية الموسم. أجواء رائعة هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من أجل الإثارة والمتعة والشغف وكرة القدم. إذا ما فاتتك الانطلاقة فلا داعي للقلق، لأن المباراة بدأت للتو. في المكان الصحيح، توقع ممتاز هنا. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. قد تكون هذه فرصتهم. هذا هو الدفاع كما يجب. هذه فرصة بدون تفكير، شتت الكرة بعيدا. الآن إمكانية المرتدة. نيمار، بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. نيمار، لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف ضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. ليس متسللا هنا، وتسلل آخر. أي هدية هذه يا إلهي! الآن ممكن يسجل. يحاول مجددا، يفعلونها، يسجلون في المرمى الآن. هدف، تمركز رائع، توقع مثالي الكرة، ذكاء كبير في تسجيل أهداف. قرأ الموقف بشكل سليم، ردة فعل سريعة جعلته يسجل هذه الكرة. الأمر لم يكن مصادفة بصراحة، الذكاء هو عامل حسم في مثل هذه المواقف. الآن خطيرة، برشلونة وركنية أولى في اللقاء. جواو كانسيلو يلعبها قصيرة. كيميتش، الآن محاولة لرد الخطورة. تحول سريع في الملعب. الله، كرة جميلة يستلمها اللاعب. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا. ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. كيميتش، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. خطيرة الكرة، يا سلام على كرة في المرمى. هدف يشعل الأجواء، هدف يثير الحماس. المدرب يعرف أنه مع الضغط يكون هنالك أخطاء، مع الأخطاء يكون هناك مساحات، مع المساحات هناك فرص، مع الفرص هناك أهداف. بهذا الهدف، بهذا التعادل، تعود المباراة إلى نقطة البداية. مباراة كبيرة بين الفريقين الأقوى، نتيجة متعادلة والأداء فيه ندية كبيرة بين اللاعبين على أرضية الملعب، وهو ما يعكس التوقعات قبل إقامة هذا اللقاء. وحتى اللحظة تنطلق صافرة النهاية ونهاية الشوط الأول. برشلونة يدخل لاستراحة ما بين الشوطين وهو متعادل في النتيجة 1-1. أكيد شفنا الندية الكبيرة في الشوط الأول، وهو ما يعني أن من يريد الفوز سيكون عليه بذل جهد أكبر في هذه المباراة. Substitution. ركلة البداية لمواصلة هذه المباراة. برشلونة قرر التغيير بين الشوطين. ماذا ينوي المدرب؟ ماذا ينوي هذا اليوم؟ هل سينجح؟ إلى أين هذه التمريرة؟
يوهان كرويف. إمكانية تسديد الآن، كان لابد من التشتيت. مارادونا، والآن فرصة للتحول الهجوم. لعبة رائعة الآن، عرضية من جواو كانسيلو بمبدأ الأمان يبعد الكرة. محاولة للاختراق بتمريرة طولية لكنها لا تنجح، تمريرة بدون تركيز. البينية حلوة الآن، روديجر يحاول إبعاد الكرة، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب، فاتت ومرت وصلت إليه. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. الكرة العرضية من يوهان كرويف، يلعبها لمنطقة الخطر. كوبو، قراءة ممتازة للكرة، عنده خاصية قراءة اللعب والتحرك لقطع الكرات. ليونيل ميسي، ديكو، تمركز أهم صفة للمدافع، رائع جدا في توقع مسار الكرة. توغل بالكرة، كرة جول، هدف لبرشلونة. وهكذا تنجح عودتهم الكبيرة في المباراة. هجمة مرتدة جاءت سريعة بعد افتكاك الكرة من الوسط. ضغط الفريق يولد الأخطاء ويخلق الفرص والمساحات، وهو ما يلعب عليه هذا الفريق. Substitution on the field. Number 11, Didier Drogba. تبديلات من الجانبين من أجل صناعة الفارق الآن. متفوقون بفارق هدف وحيد. كرة تلعب على اليمين، الله على قفزة، يا إلهي، جول. لم يتأخر الفريق في تعديل الكفة، ينجح في إدراك التعادل. العرضية كانت رائعة وبالسرعة المناسبة، وبالتالي أسيست رائع لهذا الهدف. هنا واضح في إمكانيات خاصة في الكرات الرأسية. العرضية كانت رائعة وبالسرعة المناسبة، وبالتالي أسيست رائع لهذا الهدف. دخل لقلب الموازين، دخل لصناعة الفارق، هنا يصنع الفارق، يسجل. شوف سرعة التأثير على نتيجة المباراة بعد أن دخل كبديل، تعطيهم ثقة أكبر في الدقائق القادمة. خطيرة جدا، والكرة في المرمى تشعل الأجواء. روعة روعة روعة، حماس كبير في المدرجات، فرح كبير لدى المشجعين. استعادوا التقدم بأسلوب غير عادي، بأسلوب رائع. ما هذه الكرة، ما هذا الجمال، ما هذا الإبداع. ولديهم تقدم بهدف وحيد. مرت الكرة بشكل جميل. برشلونة يجب أن يركز في هذه الفرصة، لأننا نلعب في الدقائق الأخيرة ومطالبين بإدراك التعادل. الآن فرصة للهجوم المرتد. فيليبو إنزاغي يتلقى الكرة في وقت مناسب جدا، يقطع الكرة. انتهت المباراة. برشلونة فشل بعد أن أظهر المنافس قوة الحقيقية، وكان أكثر عزما على الانتصار في هذه المباراة. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد. ليلة كانت غير عادية.